السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. رمضان كريم. ازاي نستقبل اول يوم في رمضان؟ زمان وانا صغيرة كان والدي الله يرحمه كان بيجمعنا انا واخواتي ويقول لنا سيد الاستغفار واحنا نقول وراه ليلة السحور: اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت، خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت، أعوذ بك من شر ما صنعت، وأبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. تبت إلى الله ورجعت إلى الله وندمت على ما فعلت وعزمت برحمتك يا أرحم الراحمين على ألا أعود إلى المعاصي أبدا. ده يعني إيه؟ بننظف نفسنا من الذنوب والمعاصي قبل الصيام عشان نصوم واحنا صفحتنا بيضة ونضيفة من الذنوب والمعاصي. فأول شروط التوبة ايه؟ ان انت تعترف ان انت ظالم نفسك. اول من اعترف بيها سيدنا آدم عليه السلام، فتلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه. اول حاجة عملها ان هو اقر ان هو ظالم. قال ايه؟ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ده سيدنا آدم. وكمان سيدنا موسى لما قتل نفس قال ايه؟ ربي اني ظلمت نفسي فاغفر لي. وبرضو سيدنا يونس عليه السلام لما استعجل وخرج من غير اذن وظن ان لن نقدر عليه وابتلعه الحوت قال ايه؟ لا اله الا انت سبحانك اني كنت من الظالمين. وحد الله وسبحه وبعدين استغفر اني كنت من الظالمين، اقر بظلمه لنفسه. سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم علمها لأشرف الخلق سيدنا أبو بكر الصديق رضي الله عنه، اللي بيجي في المرتبة التانية بعد الأنبياء، إن هو من أولياء الله الصالحين. علمها له، قال له أبو بكر الصديق قال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا نبي الله علمني دعاء. فقال له تقول: اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا ولا يغفر الذنوب إلا أنت، فاغفر لي مغفرة من عندك وارحمني إنك أنت الغفور الرحيم. فشروط التوبة إن أنت تقر وتعترف إن أنت ظالم نفسك بالذنوب وبالمعاصي. فنستقبل رمضان بالتوبة بالاستغفار، وإن أنت تقر وتقول 4 أحاديث قلتهم الاستغفار وان انت تقر بظلمك. ال4 يفتحوا كل الابواب المغلقة ويفتحوا ابواب الرزق، واول ما بيفتحوا باب التوبة، والتائب من الذنب كمن لا ذنب له. فتبتدي رمضان بصفحة بيضة ناصعة، مفيش ذنوب عليك، استغفرت ومحيت ذنوبك كلها. فنبتدي نقول سيد الاستغفار ونقول الأدعية اللي أنا قلتها. دعاء سيدنا يونس: لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. ودعاء سيدنا آدم: ربنا ظلمنا أنفسنا. ودعاء سيدنا موسى: اللهم إني ظلمت نفسي فاغفر لي. الأدعية دي والتوبة تستقبل بيها شهر الخير والبركة، شهر رمضان. يعني ما تبتديش صيام كده على طول، لازم ننظف اللي عملناه طول السنة ونبتدي على صفحة بيضاء. فده التجهيز اللي بيكون لشهر رمضان. أهم حاجة تستقبل بيها الشهر الكريم هو التوبة. التوبة، أنا في كل فيديوهاتي دايما بتكلم عن التوبة. التائب من الذنب كمن لا ذنب له. وكمان اللي بيتوب تتقلب ذنوبه لحسنات. توبوا واستغفروا في الأيام الكريمة المفترجة دي. ربنا يتوب علينا جميعا، ويا رب يرحمنا برحمته ويغفر لنا ويصلح أحوالنا. لو عجبك الفيديو يا ريت تشير وتعمل مشاركة علشان الكل يشوفه وتوصل المعلومة دي، واستقبال رمضان لأكبر عدد من الناس. فالدال على الخير كفاعله كما علمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. صلي على الحبيب والشفيع المصطفى. اللهم صل وسلم وبارك عليك يا حبيبي يا رسول الله.